السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب ام لولو؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل الخروب، شراب الخروب. طبعا حضراتكم عارفين الخروب شكله اهو. تمام، بنجيبه وبنغسله وبعد كده بنكسره، هو جامد شوية بنكسره. المهم ايه بالشكل ده. طبعا احنا ان شاء الله انتوا عارفين ان المشروبات بتاعه رمضان منها طبعا الخروب حلو جدا والناس كلها بتحبه ساقع بعد الفطار وكده. فاحنا هنعمله بطريقه سهله باذن الله. في كذا طريقه للخروب. تمام، احنا هنعمل النهارده الخروب المكرمل. تمام. احنا ان شاء الله هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. ومقاديرنا: كوبايه سكر واحده وربع كيلو خروب. طبعا احنا هنكسر الباقي ده عشان يبقى الربع كيلو ايه كامل. هنحط كوبايه السكر دي على البوتاجاز في حله اهو يا حبايب قلبي. كوبايه السكر احنا حطيناها على في الحله ومهدين النار جدا لغايه ما السكر يتكرمل. طبعا في ناس كتيره ما بتحبش الطريقه دي فبراحتها عادي. دي طريقه من ضمن كذا طريقه لمشروبات الخروب، لمشروب الخروب. تمام. احنا الخروب طبعا في منه ممكن تنقعيه وممكن تعمليه تغليه غلوه كده وتسيبيه بايت في الميه بتاعته من بالليل لغايه تاني يوم. ده عادي، دي طريقه ودي طريقه طبعا. واللي بترتاح في طريقه بتعملها. احنا بس هنقول لكم طريقه الطريقه النهارده المكرمل دي، وبعد كده هنعمل كذا طريقه تاني ان شاء الله. ونشوف بقى مع بعض كده السكر لما يتكرمل هنرجع لكم باذن الله. اهو يا حبايب قلبي، احنا لون الكراميل طبعا فاتح، احنا مش عايزينه يغمق. تمام. وهنحط عليه الخروب اللي احنا غسلناه وكسرناه يا دوبك تقليبه كده واحده. ونحط عليه على الربع كيلو ده لتر ميه هيغلي. بعد ما يغلي هنسيبه تلت. اهو يا حبايبي احنا حطينا الميه، لتر ميه على الربع كيلو خروب. تمام. هنسيبهم يغلوا علشان يبقى مركز، يعني حوالي تلت ساعه كده على نار هاديه. وبعد ما يغلي هنشوف عملنا ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب ام لولو؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل الخروب، شراب الخروب. طبعا حضراتكم عارفين الخروب شكله اهو. تمام، بنجيبه وبنغسله وبعد كده بنكسره، هو جامد شويه بنكسره. المهم ايه بالشكل ده. طبعا احنا ان شاء الله انتوا عارفين ان المشروبات بتاعه رمضان منها طبعا الخروب حلو جدا والناس كلها بتحبه ساقع بعد الفطار وكده. فاحنا هنعمله بطريقه سهله باذن الله. في كذا طريقه للخروب. تمام. احنا هنعمل النهارده الخروب المكرمل. تمام. احنا ان شاء الله هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. ومقاديرنا: كوبايه سكر واحده وربع كيلو خروب. طبعا احنا هنكسر الباقي ده عشان يبقى الربع كيلو ايه كامل. هنحط كوبايه السكر دي على البوتاجاز في حله اهو يا حبايب قلبي. كوبايه السكر احنا حطيناها على في الحله ومهدين النار جدا لغايه ما السكر يتكرمل. طبعا في ناس كتيره ما بتحبش الطريقه دي فبراحتها عادي. دي طريقه من ضمن كذا طريقه لمشروبات الخروب، لمشروب الخروب. تمام. احنا الخروب طبعا في منه ممكن تنقعيه وممكن تعمليه تغليه غلوه كده وتسيبيه بايت في الميه بتاعته من بالليل لغايه تاني يوم. ده عادي، دي طريقه ودي طريقه طبعا. واللي بترتاح في طريقه بتعملها. احنا بس هنقول لكم طريقه الطريقه النهارده المكرمل دي، وبعد كده هنعمل كذا طريقه تاني ان شاء الله. ونشوف بقى مع بعض كده السكر لما يتكرمل هنرجع لكم باذن الله. وهو يا حبايب قلبي مشروب الخروب اللي احنا عملناه، احنا زي ما اتفقنا غليناه وبعد ما غليناه سيبناه منقوع من بالليل لغايه تاني يوم النهارده وصفيناه علشان يديكي نتيجه حلوه. انا على فكره ما بحبش احرق السكر عشان ما يبقاش لونه غامق. ده كده هيدي طعم ومزازه في منتهى الروعه ومش هيحتاج انك انت تحليه. هو عمل غليناه تلت ساعه بالظبط وبعد كده صفيناه.
بس كده. وبعد كده ايه، حطيناه في الكوبايه كده. وان شاء الله كده يا رب الخروب بتاعنا يعجبكم. انت بقى في يعني حاجه تاني، ممكن انت تنقعيه من بالليل لغايه الصبح لو حبيتي. مش عايزه تنقعيه وتصفيه على طول برضو هيبقى حلو جدا. انما انا من طبيعتي بكرمل السكر بتاعي على خفيف، ما بحبش اخلي السكر يتحرق علشان اللون بتاعه وهيكون مضر بصراحه. انما لما يكون على خفيف كده واللون بتاعه فاتح بيديك المشروب بتاع الخروب يعني اللون والطعم في منتهى الجمال. يبقى انا حطيت كرملت السكر وبعد كده حطيت الخروب عليه وقلبته وحطيت لتر ميه وسبته يغلي ربع تلت ساعه تقريبا على نار هاديه. وبعد كده سبته منقوع لغايه تاني يوم دلوقتي وصفيته واهو لا محتاج سكر ولا اي حاجه. السكر اللي احنا حطيناه في الكراميل بتاعه حلو جدا. واحنا مش عايزين اللون الغامق يا جماعه، يعني لون الكراميل لما بيبقى لونه غامق بيدي لون مش حلو للخروب بتاعنا وبيبقى برضو مضر. انما كده بيبقى على خفيف وحلو. وان شاء الله يا رب يعجبكم. لو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.